تقسيمه الفرقه بنطلع منها، لو ما حدش طلع منها مصاب احنا بنطلع كلنا مش قادرين نتحرك. واخده 6 كورسز وانا اثليت freshman year. خالد قاعد ورا هو في هندسة وبيعيط. ما بنتجمع على طول بيبقى فيه بنلعب كينج اوف ذا هيل. اتكلم معاكي كأول جاست معايا علشان احنا في احداث كلنا يعني متضايقين منها اللي بيحصل في لاخواتنا في فلسطين. السنس اوف هيلبلسنس دي كانت وحشه، اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه و I see no point of what I'm doing. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في بودكاست جديد من دبل جبل. بقالنا كتير جدا ما عملناش البودكاست، بقالنا حوالي 3 سنين ان احنا نجيب جاست انترفيو وان احنا نتكلم معاه هنوصل لتوبيك معين انتوا هتبقوا شايفينه في التايتل في الحلقه. فانا يعني كان اول جاست عايز اجيبه في البودكاست، يعني قعدت افكر كده مين ممكن يكون اول جاست معايا، فما لقيتش حد احسن نبتدي بيه البودكاست اكتر من ريم موسى. هاي ريم، عامله ايه؟ الحمد لله. Thank you so much for having me الصراحة، يعني it's an honor. على ايه بس؟ لا ان شاء الله، يعني بجد يعني الفترة دي في حاجات كتيرة حصلت، يعني كسبانين بطولة افريقيا باك تو باك، ويعني اكتر حاجة شدتني ان انا عايز اتكلم معاكي كاول جاست معايا علشان احنا في احداث كلنا يعني متضايقين منها اللي بيحصل في لاخواتنا في فلسطين. وانا شايفك very proactive على الموضوع ده، سواء on the court off the court بتتكلمي على طول، بتحاولي تنشري الموضوع على طول، لابسة علم فلسطين. فعايزة يعني في حركة كانت لطيفة حصلت، انت مش كنت شايفك على مدار البطولة كلها انت على طول لابسة الفلاج اللي هو الابيض في اسود ده على طول. انا مش عارف اسمه ايه، انا مش عارف دي اسم كده، بس انا مش عايزة mispronounce it الصراحة، هي حاجة بالكي كده بس انا مش عارفة حد عارف. فبشوفك على طول لابساه، فسواء قبل الماتشات ويعني على طول بعد الماتشات. فقولي لي الاول، يعني عشان بشوفك على طول كمان يبوست on social media على طول على الموضوع، يعني احكي لي what's behind this. هو في الاول يعني when you watch اللي بيحصل، لما بتشوف كل الناس يعني اللي هناك، الناس هناك بتمر بايه، حسيت اللي هو what's the point of playing basketball. وفي ناس قاعدة بيفكروا فيها وبيموتوا ومش عارفين ياكلوا ومش عارفين يناموا ومش عارفين يعملوا اي حاجة. ففي الاول بجد كان الموضوع very sensitive بالنسبة لي، لدرجة ان انا كنت يعني فكرت ان انا فعلا يعني خلاص مش لازم العب السنة دي figure out a way to ان احنا يعني هنساعدهم ازاي. يعني that was gonna be my main purpose. حتى يعني انا في يوم لقيت محمد بيكلمني بيقول لي انا عايزه اروح اصور. قلت له رايح فين؟ بس تعالى هنا. تعالى هتروح فين؟ السنس اوف هيلبلسنس دي كانت وحشه، اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه I see no point of what I'm doing. اللي هو طيب what can I do خلاص ماشي، انا I'm trying my best في السوشيال ميديا ان انا I spread awareness لكل الناس اللي عندي، whether بقى المصريين او مش مصريين. ف I make sure whether it's helping or not انا معرفش، بس يعني I'm trying ان انا اعمل اي حاجة that I can do. لقيت نفسي بقى خلاص انا off social media بعمل ايه؟ مفيش حاجة that I can do to make sure كل الناس اللي حواليا are remembering what's happening. فلقيت حوار الكوفية دي يعني بقى احسن اوبشن، بس قعدت ادور عليها كتير جدا. في الاول ما لقيتش اللي هي بتاعت فلسطين، يعني اللي هي بتاعت البدو دي دي اللي موجودة في كل حتة، بس بتاعت فلسطين نفسها اللي هي بشجر زيتون دي. انا عامه ما كنتش اعرف ان في رسومه شبه بعض فقعدت ادور عليها لحد ما لقيت حد قال لي هيجيبها لي، يعني هيتصرف ويجيبها. فلقيتها الحمد لله وخلاص، يعني I found it قبل بطولة افريقيا على طول، فعشان كده كان وقت البطولة كلها كنت لابساها. بس انا عايز اقول لك حاجه، يعني انت كنت بتقولي يعني مش عارفه موضوع السوشيال ميديا بيعمل حاجه او لا، بس يعني I think ان هو لحد ما يوصل الصوره شكلها عامل ازاي للناس. يعني قبل كده الناس بره ما كانوش بيبقوا عارفين اصلا الموضوع، يعني انت اكيد عندك ناس صحابك بره وانا عندي ناس صحابي بره، لا الناس ابتدت يبقى في awareness، فاتليست ده اللي احنا او في الهيلبلس، بس ده اللي احنا قادرين نعمله وده اللي بايدينا، فبنحاول ننشر الموضوع على قد ما نقدر يعني.
يعني I hope انه مؤثر حتى لو 0.1% يعني يبقى في change. و I hope ان الموضوع ده يخلص. يا رب. it's heartbreaking. وشفت يعني انت ابتديتي الموضوع وبعدين يوم الفاينل شفت الفرقة كلها لبست حد من النادي يعني I wish I know مين بالظبط عشان اقول اسمه يعني و I'm grateful ان هو عمل كده. جاب الشالز للفرقة كلها بالجهاز باللعيبة بكل حد واحنا نازلين من الاوتيل كنا لابسينها لحد ما وصلنا النادي ودخلنا الملعب وفضلنا لابسينها لحد الماتش يعني. I think it's a statement. حتى لو اي حد صورنا واحنا داخلين واحنا بنعدي والناس شايفانا when you see a group of people بيعملوا حاجة it brings more awareness to it. يعني لو انا بس ماشية وسطهم كلهم انا بس اللي لابساها ممكن حد ياخد باله 2 ياخدوا بالهم بس لما الجروب كله يبقى لابسها قلت لك كان عليها كوفرج برضو لحد ما والناس بتتفرج وانترناشونال اودينس يعني والفيبا موجودين فدي حاجة يعني whether بقى افريكا بس او برا افريقيا عامة. I think يعني حتى اللي مش عارف على الاقل هيكومنت يسأل هو ايه ده. واتليست برضو انتوا المحترفات اللي معاكم مثلا اكيد برضو you educated ده مع الموضوع اكيد هم عرفوا اكتر عن الموضوع وكده وبرضو كانوا لابسين برضو معاكم كانوا معانا لابسين اصلا في الاول اول ما سلمونا كان ناقص كام واحده وقالوا لنا هيدوها لنا ايه قبل الماتش على طول. ففي ناس ما كانتش معاها قعدوا يقولوا له ليه احنا مش معانا احنا كمان عايزين نلبس احنا كمان وي سبورت واحنا اصلا ديستني اللي هي محترفه بتاعتنا اصلا اللي معانا السيزون كله يعني if anybody follows her on social media برضو she shares about it it's very nice to see people outside of our culture ان هم يعملوا نفس الكلام ده برضو. طيب خلينا احنا كنا بنتكلم على البطولة افريقيا فانتوا باك تو باك كسبتوا البطولة مرتين وده اول مرة تحصل يعني. يعني عايز اعرف السنة اللي فاتت كنت حاسس البطولة انا مش عارف هل هي اصعب ولا التيم بتاعكم اللي قوي السنة دي يعني فعايز اعرف منك الفرق بين البطولتين. اوكي هو في كذا حاجة يعني اولا expectations. احنا رايحين بطولة افريقيا كانت في موزمبيق السنة اللي فاتت محدش كان متوقع ان احنا نكسب لان عمر ما فرقة من مصر كسبتها ولا عمر ما فرقة من مصر دخلت فاينلز محدش كان متوقع ان احنا هنعمل حاجة. وبرضو فكرة ان last year كان you get 2 imports this year you get 4 فانت كان ليك 2 افارقة و2 امريكان فدي ان انت عندك 4 من بره البلد غير ان انت يبقى معاك 2 which يعني it applies طبعا للفرق كلها بس انا حاسه ان احنا ال4 محترفين بتوعنا كانوا جامدين قوي فزدنا زياده كبيره عن السنه اللي فاتت. واحنا التيم هارموني نفسها السنه دي مختلفه شويه عن السنه اللي فاتت. يمكن السنه اللي فاتت كان عندنا نقص شويه في البوست بلايرز فعشان كده انا بالنسبه لي يعني rebound is the key to ball games يعني هو defense rebound يعني if you play defense and you don't rebound there is no point. السنة دي احنا تحت الباسكت ما شاء الله اتقل بكتير هي I wouldn't say ان البطولة كانت اسهل بس I would say احنا بقينا احسن حبة حلوين يعني فعشان كده باين ان البطولة اسهل بكتير. بس بالعكس يعني انا if I compare مثلا خدنا الفرقة اللي لعبناها في فاينل اللي هي KPA if I take last year's team to this year's team هم احسن بكتير من السنة اللي فاتت. راج ما كانوش موجودين بس لعبناهم في التصفيات. راج السنة اللي فاتت احنا كسبناهم it was a very close game بس ما كانش معاهم imports خالص. السنة دي they had 2 WNBA players and they had an American player that was really really good فزادوا 3 لعيبة جامدين. فلا يعني if I compare teams relatively last year to this year فرق تحسنت كتير جدا بس احنا تحسننا كتير جدا قوي. انا فاكر كنا بنتكلم قبل كده بتقولي لي احنا لو انتوا فرقتكم لعبت فرقتكم بتاعت السنه اللي فاتت تكسبوها كتير 20-50 بونت عادي. مش بس عشان المحترفات لا انت بتتكلمي على كمان اضافات بتاعت السيزون وانتوا كمان بقيتوا عارفين يعني سنه ازيد مع بعض فبقيتوا عارفين تلعبوا مع بعض اكتر يعني that's true يعني هيبقى ماتشات زي الماتشات اللي حصلت في البطوله يعني. طيب يعني باننا برضو في بطوله افريقيا تعالي نسويتش على الفرقه. انا بحس ان انتوا زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا ان انتوا عندكم هارموني قوي
فده انا بحس فرقتكو انتوا يعني، حتى انا فاكر السنه اللي فاتت تقريبا كنا جينا صورنا، كنت جيت معاكم يوم بيهايند ذا سينز كده اول سنه خالص رحت قبل من 2 السنه years اللي ago. قبل اللي فاتت الوقت بيجري بسرعه. مم. فبس يعني ده باين ان انتوا قد ايه الفرقه كلها كلوس وكلكم قلبكم على بعض، وحتى في التمرين جامد قوي. يعني التمرين اصلا يعني ما كنتش متخيل ان انتوا يعني كنتوا بتلعبوا جامد قوي على بعض في التمرين يعني. مم. ف... أنا- فطبيعي ان ترانزيشن ده للماتش انا دايما اصلا بقعد اقول لهم يعني احنا التمرينه بتاعتنا بتبقى اقوى من الماتشات. يعني احنا لما بنلعب ضد بعض التقسيمه بتبقى اقوى من اي ماتش بنلعبه. احنا بنبهدل بعض في التمرين. لا يعني وربنا يكون في عون الكباتن، احنا بنبهدلهم معانا برضه. هو ده فاول، لا ده مش فاول. ونقعد نتخانق بقى ولا لا. تقسيمه الفرقه بجد بنطلع منها، لو ما حدش طلع منها مصاب احنا بنطلع كلنا مش قادرين نتحرك. انا عارف انتوا كله بيربط تيب وبتاع في التمارين في التمارين مش الماتشات بس فعلا. لا احنا very competitive يعني. اللعيبه نفسهم كمان بالذات الفيتس يعني مثلا اسرار وهاجر ومنار very competitive يعني they don't like losing. حتى لو هنلعب shooting game انا هكسب. فده اللي بيخلي التمرينه نفسها يعني اولا فن، وثانيا لا بنطلع مستفيدين جدا عن اي حاجه. طيب يعني في حته سبورتنج انا بحس ان سبورتنج موضوع مختلف. يعني الرياضه هناك برايورتي في النادي، وبنشوف يعني قطاع الناشئين على طول بيطلع لعيبه جامده، واعتقد ان انتوا في 2-3 يعني على طول بيبقوا موجودين معاكم في فيرست تيم. ف يعني انت حاسه في حاجه مختلفه في سبورتنج في الكالتشر عامه؟ عشان بحس الموضوع كالتشر اكتر منه يعني النادي بيصرف على حاجات معينه، يعني يعني بحس هو الكالتشر بتاعت النادي هم عايزين يعملوا كده. فانت بتحسي حاجه كده؟ ممكن علشان الكوره مش اهم حاجه. اوكي. فاحنا الباسكت هو البرايورتي. في الاول بنات من زمان هم كويسين جدا يعني. I don't think ان حصل اي دروب في اي سنه ان هم ما يبقوش من التوب 4 teams يعني throughout sporting history. في فتره كانوا هم دايما بياخدوا اول، وبعد كده جه شويه اهلي هو اللي بدا يكسب بيها، وشويه كده بدا الميكس بقى اللي هو ممكن بطوله هم بطوله سبورتنج بطوله اهلي. فلا هم يعني I guess it is a culture علشان من الاول priority was to basketball. مش بس يعني. وكمان متهيألي ان مفيش فرق كتير بتجيب لعيبه من بره يعني المحافظه بتاعتهم. يعني احنا we have 6 لعيبه من القاهره. احنا نادي سبورتنج في اسكندريه 6 لعيبه من القاهره ومحترفه، فاحنا 7 من ال 14 اوكي مش من اسكندريه. ف that shows ان لا يعني هم مهتمين جدا. هم عايزين مش بس ان هم يعني عايزين يبقى بس هو النادي سبورتنج وخلاص، لا هم مهتمين ان دي رياضة عايزين نكسب فيها ودي رياضة we're competitive in. وبدليل برضو ان هم يعني في خلال يومين خدنا بطولة افريقيا. احنا ما كناش عاملين حسابنا ان احنا اللي هنهوست. كان المفروض يا اما تقريبا النادي الاهلي هو اللي كان عايز يهوست، وبعد كده حصل مشكلة بقينا احنا كنا متوقعين ان احنا هنسافر خلاص يعني هنروح بقى فرقه في كيد فرقه من فرق الافارقه هم اللي هيعملوا هوست وخلاص. فجاه لقيناهم بيقولوا لنا لا احنا اللي هنهوست. طب والموضوع ده اصلا انتوا يعني انتوا عاملين حسابكم انتوا قاعدين بتتمرنوا البطوله وبعدين فجاه قالوا لكم البطوله هتبقى على ارضكم، انتوا حسيتوا بايه وقتها؟ في الاول اصلا قعدنا نقول يعني احنا هنلحق، طب نظبط الملعب، طب هنلحق يعني نخلي الموضوع جاهز ان يبقى فيه بطوله افريقيا هنا. فقعدوا يقولوا لنا طب ممكن نفكر نلعب في حته تانية. قلنا لهم لا طبعا احنا يعني في ده اوبشن لازم نلعب في ارضنا يعني هوم كورت ادفانتج ده اللي احنا عايزين نعمله. طب برج العرب، طب ما اعرفش ايه. لا هما يعني الفكره ان في بقى ريجوليشنز يعني في حاجات كده معينه وي هاف تبقى التشيك ليست لازم تتعمل. ف احنا يعني كان القلق من ان احنا التشيك ليست دي ما نعرفش نخلصها throughout صاله نادي سبورت. طبعا صاله زي برج العرب it is made for something like that اصلا، فكان هيبقى الموضوع سهل. بس لا الصراحه اصرارهم ان هم يخلوا الصاله جاهزه وكومباتبل لحاجه زي دي was very admired يعني. بالنسبه لي انا admired حاجه زي كده، وان احنا نلعب
في الملعب اللي احنا بنتمرن فيه كل يوم it's a different feeling الصراحه. طيب والتنظيم حسيته كان يعني انا عارف ان النادي تقريبا هو في لجنه من النادي اتعملت وهم اللي نظموا كانت great يعني الصراحه ما ان شاء هي الله. في الوقت القصير ده ان هم يعملوا كده، لا يعني انا اتخضيت من التنظيم، وحتى السكرينز اللي موجوده والحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي ما بنشوفهاش في بطولات كتير يعني. ظبطوا كل حاجه الصراحه يعني. الهوم اوبنر الافتتاح اللي عملوه كان حلو جدا جدا جدا. it was very touching. كمان جابوا حد يعمل عارف الساند دراينجز، حد عمل زي ستوري كده اللي هو بنت صغيره وبتتفرج على باسكت وبعد كده عايزه تلعب باسكت فلعبت باسكت وبعد كده فجاه بقت في الفيبا بتلعب الافريكان باسكتبول ليج. ف it was very cute الصراحه. وحاسه الناس كلها اتبسطت. وكمان كابتن احمد حسن البريزيدنت بتاع النادي طلع يتكلم ب 3 different languages. حاسه انه احساس جميل يعني just hosting حاجه زي دي. طيب قبل ما انا التوبيك اللي بعد كده، يعني احنا لما كنا بنيجي behind the scenes انا شفت حاجه يعني ما بتحصلش في معظم الفرق اللي في مصر، موضوع التيبنج والريكفري ايس بعد الماتشات والتمارين والكلام ده. يعني عشان الموضوع ده انا اتفاجئت ان يعني ان انا بشوفه وده حاجه بتتعمل on regular basis مش وقت بطولات بس، لا ده على طول. يعني انا بجد يعني كنت مستغرب كمان ان فرق، يعني عشان بحس ان على طول لو فيه حاجه فيها اهتمام كبير هيبقى فرق الولاد اكتر ما هيكون فرق البنات. فان كمان نادي يبقى سبورتيف في حاجه زي كده، برغم ان هي برضو مصاريف كبيره على نادي. السكيل بتاعه سبورتنج برضو السكيل بتاعه مش كبير زي نوادي تانية من نوادي التوب اللي بيبقى فيها فاندنج كبير يعني. وانت لعبت في كذا حته في مصر، فشفتي الموضوع ده ولا؟ هي بيبقى على حسب يعني. برضو فكرة ان انت you have your own court وعندك your own facility ان انت تقدر تعمل حاجات زي دي بتساعد. فهي يعني I think ان المنتاليتي في مصر دلوقتي وصلت ان خلاص بقى كله بيعمل كده او كله عايز يعمل كده. فكرة بقى انت قادر ولا مش قادر طبعا على حسب الفاسيلتي والحاجات اللي عندك. يعني مثلا نادي الجزيرة كنا بنتمرن في مركز شباب الجزيرة، مفيش صالة في نادي الجزيرة نقدر نعمل فيها الحاجات دي. فالايس باث والحاجات دي بتبقى معظم الوقت اللعيبة هي اللي عايزة تعمل كده فبتروح تعمل كده بقى، whether عندهم في البيت بيروح حتة معينة يعملوا فيها كده. بس برضو يعني حوار النادي سبورتنج انت بتتمرن تمرينة بتخش اللاكروم تعمل ايس باث على طول، فدي حاجة luxury you have. you take advantage of يعني بنعملها on regular base. ما اعتقدش ان في حتة دلوقتي ما بقتش تعمل تيبنج يعني. لو هنتكلم في حتة التيبنج بقت crucial point. الناس كتير قوي يا اما they're trying to avoid injury يا اما they are injured and trying to sustain it. انا شخصيا مش بهتيب عشان بس ما بقاش بتكلم على التيبنج. بس انا يعني انا ما فيش نادي رحته او منتخب واي تيبت الصراحه. حتى في الجامعه it was mandatory ان كله يتيب، انا ما كنتش بتيب. لا يعني في حاجه انت انا جسمي بيتخنق ما اعرفش، برجلي بتورم يعني ما بقدرش ما بستحملش التيب خالص. ما اعرفش بقى if it's like an allergic reaction ولا ايه، انا ما اعرفش، بس جسمي ما بيستحملش التيب خالص. يعني حتى يعني ممكن يبقى عندي 3rd degree sprain والعب عليه بس ما عملش تيب. بس I think ان يعني لا يعني حاسه ان الحاجات دي بقت يعني people are more aware of it recently، وحاسه ان كله بقى بيعمل كده الصراحه. طيب انت وديتينا دلوقتي لما سافرتي، فتعالي يعني ناخد قبل ما تسافري. انت كنت في الاهلي قبل ما تسافري صح؟ for a couple months. يعني انت اعتقد شمس وبعد كده اهلي شمس وبعد كده رايس وبعد كده رجعت اهلي لعبت 3 months وبعد كده يوروب وبعد كده طيب ما تاخدينا كده الجيرني دي يعني. انت موضوع الجامعة اصلا جالك ازاي؟ انت يعني عايز اعرف برضو علشان دلوقتي الموضوع بقى اسهل بقى، ناس كتيرة بتسافر، بس وقتك ما كانش في حد بيسافر اصلا خالص. تقريبا كان مش عارفة كان في كام حد سافر ولا لا يعني، بس ما اعتقدش ان حد لعب ديفيجن 1. انا السكولرشيب جات لي بابا هو اللي عمل كل حاجة الصراحة يعني بابا تعب جامد جدا، عمل لي كنا لسه راجعين
من بطولة افريقيا تحت 18 سنة. كانت بتتلعب في مصر، ودي كان اول بطولة نكسبها، يعني منتخب مصر تحت 18 سنة بنات يكسب بطولة افريقيا، فكانت حاجة هيستوريكال شوية برضو بالنسبة لنا كلنا. وانا كنت من اصغر الناس، يعني كان المنتخب المفروض 92 93، انا 94. فكانت حاجة، كان ساعتها كابتن وائل الدياسطي الله يرحمه هو اللي ماسك الفرقة، يعني a huge part of يعني why I'm here دلوقتي is him، ان هو ياخدني اصلا في المنتخب ده، وان هو يtrust me ان انا ابقى point guard منتخب مصر تحت 18 سنة في وقت زي ده. هو اصعب بوزيشن في الباسكت هو البوينت جارد، فان انت كانت صغيره وان انت تبقي في المنتخب في بطوله افريقيا، فده حاجه كبيره. وانا ساعتها ما كنتش قاعده في مصر، يعني انا كنت جايه من كنت في هاي سكول في امريكا، وجايه من امريكا، يعني هو ما كانش شافني حتى throughout the year مثلا عشان يجادج او كده. فالتراست اللي he had in me والopportunity اللي هو ادهاني دي هي سبب في كل اللي انا فيه دلوقتي. بابا بقى خد الماتشات دي كلها وعمل لي هايلايتس وبعتها لكل الجامعات اللي في امريكا Division 1 Division 2 Division 3 NAIA جوكو، كل جامعة موجودة على الخريطة اتبعت لها الهايلايتس بتاعت المنتخب السنة دي. في كذا جامعة بقى ردوا عليه وقالوا له we're interested وكده. كنت ساعتها بقى في السينيور بتاعتي، يعني لما يعني انا خلصت المنتخب ودخلت بعد ما خلصت رجعت دخلت السينيور يير بتاعتي، وجالي كذا اوفر، بس لما جالي رايس يونيفرسيتي ما فيش بني ادم في تكساس قال لي روح حته تانية. ليه يا جماعه؟ انا عايزه افهم بس اشمعنى ليه كلكم مصممين لا رايس اصلا كل الرد دايما رايس is Harvard of the South academically، يعني it's one of the top universities في امريكا. ف يعني if you get an opportunity انك تروحي تدرسي هناك ببلاش، لا هو انت لازم تروحي. ناس ما شافنيش بلعب باسكت قبل كده اصلا، ناس ما تعرفش ان انا بلعب باسكت، طب انا عندي اوبشن اروح رايس، وانت مغمضه تروحي. وانت كان ايه الديجري؟ انت قعدتي قد ايه؟ انت قعدتي 4 سنين. 4 سنين. وايه اخدتي ايه الديجري هناك؟ engineering. بجد؟ electrical engineering electrical computer engineering. ايه قلت بس وفكرة اصلا باشمهندسة دي يعني او ان انا دخلت engineering was kind of اللي هو حياتي كلها كده، اللي هو الناس كلها تقولي انتي ما تقدريش تعملي كذا، فاللي هو لا انا ما اقدرش، لا انا اقدر. فعشان كده دخلت engineering. في الاورينتيشن ويك بتاعي كنت قاعده ببص يعني ايه هعمل السكادجول بتاعي ازاي وبتاع، فحطيت في السكادجول فيزيكس وكيمستري ومالتي كالكولس اللي هو كان ماث 4 او حاجه كده او فدول 3، وبعد كده حطيت 3 كورسز تانية معاهم، فواخده 6 كورسز وانا اثليت freshman year. فالاورينتيشن ادفايزر بتاعتي قالت لي ايه اللي انت عملتيه ده؟ قلت لها ما دي المواد اللي انا بحبها. اصل خالد قاعد ورا هو في هندسه وبيعيط، يعني من اللي هو سامعه دلوقتي هو بيعيط. بس قالوا لي لا انت مش هتعدي، انت لا يمكن هتعدي. قلت لهم ليه؟ يعني اصل انا جيت ابص على الميجرز اللي موجوده، رايس ما عندهاش بزنس ميجر، بس they have a business minor و master's degree MBA. اوكي بس business major لا. طب انا كان بالنسبه لي هخش يا business يا engineering because انا بالنسبه لي physics و math are هم دول my favorite subjects، فما عنديش option تاني. يعني انا مش هروح اخد history ولا مش هستحمل، مش هعرف يعني. فخلاص اخترت ان انا هخش في الانجينيرينج باث ده وهنشوف هيحصل ايه. فانا بعمل السكادجول زي ما قلت كده ال3 subjects دي، مش فاكره حتى 3 subjects التانيين كانوا ايه بس هم دول. فكله كان بيعلق ازاي هتاخدي التلاته دول مع بعض؟ ما ينفعش تاخدي التلاته دول مع بعض. طب يا جماعه انا عايزه اخش انجينيرينج، ازاي ما ينفعش اخد التلاته دول مع بعض؟ مش هخلص. ما انت ما ينفعش تخشي انجينيرينج. يعني ايه مش هينفع اخش؟ احنا بنقول لك انت مش هتعدي. ده الادفايزر اللي في الجامعه بيقول لك كده صح؟ ان هو انت عايز تلعبي باسكت ولا عايزه تدرسي؟ يعني اختاري. انا عايزه اعمل الاثنين عادي. اصلا في الاول كنت عايزه اخش اركتكتشر،
بس architecture كانت كان ليها انترفيو لوحده في رايس يعني بالذات. It's very prestige حاطين يعني انت ما ينفعش، مش هيدخلوك اصلا هما كاركتكتشر بروجرام، هيقولوا لك انت اثليت مش هينفع. اوكي. فده كان اوت. بس فخدتها عند بقى اللي هو انتوا تقولي لي انا هسقط انا مش هكمل، طيب ماشي. فده الانجينيرينج باث. بس هو ال4 سنين عدوا. وبعد كده ايه الفرق يعني؟ انت هل كان يعني خلينا نرجع للباسكت، انت كان في بالنسبه لك فرق حاجه بين انت كنت بتقولي في هاي سكول هناك صح؟ فكان في فرق بين الترانزيشن وانت بتقولي لعبتي قبل ما تسافري رايس لعبتي شويه في نادي الشمس صح؟ بدأت باسكت نادي الشمس. بدأتي باسكت؟ انت مش انت يعني انا ما كنتش باسكت اصلا. يعني انت هاي سكول يعني انت لا يعني انا لا هاي سكول، لما رحت الهاي سكول كنت بدأت باسكت خلاص، كان بقالي يعني سنه بلعب اوريدي في الشمس. في الشمس فهو الشمس، وبعدين روحتي هاي سكول بعد كده رايس. فهل حسيتي في تدرج بقى في مستوى التمرين في حاجات مختلفة بصراحة يعني لو هنتكلم على التمرين ما كانش فيه فرق قوي، علشان انا كده كنت بمرن مع بابا. فبابا كان بيمرني هنا في مصر وكان بيمرني هنا في امريكا، فكانت هي بس تمرين فرقة وكده ما حسيتش فرق قوي. ليه؟ برضو لان انا السنة اللي لعبت فيها في الشمس كنت بلعب 16 18 درجة اولى، فشفت الليفلز كلها. فلما جيت رحت بقى لعبت هاي سكول فكان بالنسبة لي يعني هما مش احسن قوي، او هما عشان كنت اوريدي لعبت مع السن الاكبر مني بكتير. فبس لما رحت الجامعة بقى كان قصة تانية خالص. اوكي. ايه بقى؟ بس هي كده برضو في الاول وفي الاخر انا هقولك it's about who you are and the opportunity you're given and how you're gonna use it. انا شايفة in my opinion ان اي حد بالمايند سيت بتاعتي جاله الاوبورتونيتي اللي جات لي هيقدر يعمل اللي انا عملته. بس if you're not disciplined enough, if you're not determined enough, if you don't want it as much as I wanted it, مش حتى لو رحت امريكا، حتى لو رحت يوروب، حتى لو رحت اي حتة واتمرنت باحسن فاسيليتي، باحسن اجهزة، باحسن كوتشز، بس انت you don't have it in you، مش هيحصل لك، مش هتتطور، مش هتبقى احسن، مش هتعرف تبقى يعني the highest level that you want to be. بس فهي دي الفكرة. انا لما رحت الجامعة I had a court available 24 hours. انا ممكن اروح اتمرن في اي وقت انا عايزة اتمرن فيه، وعندي جان ماشين بتلملي كورة، مش محتاجة حتى كوتش يبقى معايا. عندي coaches that are available to train me اي وقت انا عايزة يعني. كان معايا مثلا كان بيبقى لكل بوزيشن ليه كوتش، يعني بوينت جاردز ليهم كوتش، الجاردز ليهم كوتش، الفوروردز ليهم كوتش. ف يعني انت you don't have an excuse يعني if you want to get better you're gonna get better. ما فيهاش يعني 1% حتى ان انت ما تتحسنش. فانت لو رحت لعبت جامعة ورجعت زي ما انت، فانت اللي عملت في نفسك. اوكي. بس طب عايز اسالك حاجه، اول لما سافرتي حسيتي في حاجه كده مومنت اللي هو ايه ده، لا الموضوع مختلف يعني، في حاجه كده حسيتيها او في لعيب او في بلاي حاجه حصلت لا اللي هو انا عايزه ابقى يعني ادوس على نفسي اكتر عشان ابقى كده، ولا كان عادي؟ اول ما سافرت خالص الصراحه لا يعني لا بتكلم على الجامعه، بتكلم على الجامعه. الجامعه طبعا. اصلا انا اول ما رحت الجامعه my freshman year كان معانا senior كانت 4'9". اوكي. point guard. she was this big. 4'9" ده يعني متر حاجه و50 مثلا في الاول، او اصغر اقل، ممكن اقل صح؟ حاجه 40 ممكن اقل. لا وبتلعب 35 minutes per game وبهدله الدنيا يعني. عادي she's averaging مثلا 12 points 6 assists 5 steals يعني. لا ما شاء الله بتعمل هي عايزاه و she's little وحجمها مش مقصر خالص بالظبط. فاللي هو انا كل بقى الناس اللي بيقولوا انتي قصيره، انتي ما ينفعش، انتي يا جماعه ما شاء الله بتعمل كل حاجه في الدنيا. بس انا بقى حسيت بقى اللي هو طب ما يعني I can do that, I can do even more يعني. انا لو عايزه لا هقدر. فحاسه ان كان دايما قدامي تارجت اللي هو انا يعني. وكمان هي لما تمشي انا اللي I'm supposed to be the next one. فاللي هو انا المفروض ابقى اعمل اللي هي بتعمله ده وما ينفعش اقل
يعني either كده او اكتر. فحسيت اللي هو لا، كنت دايما حاطه تارجت قدامي اللي هو انا عايزه اعمل حاجه معينه في الباسكت. وفكره ان انا اصلا جالي الاوبورتونيتي من غير ما اعمل حسابي عليها، فكانت يعني حسيت ان انا لازم امسك فيها اكتر. بس طيب فكان ايه بقى يعني ايه كان اكبر حاجة بالنسبة لك مختلفة او في الليفل؟ يعني كان ايه الحتة اللعيبة فيزيكال اكتر مثلا؟ يعني ده كان الفرق الترانزيشن، ولا مثلا الباسكت كان اسرع بالنسبة لك، ولا كان ايه؟ كل حاجه كل حاجه. انا يعني بالذات ان انا لما دخلت الجامعه كان عندي 16 سنه 17 سنه، كل بقى اللي معايا يعني انا قعدت مثلا لحد ما جونيور يير الفريشمان اللي بيجوا قدي. جونيور ده اللي هو تاني سنة صح؟ لا جونيور يير تالت تالت سنة. سنه، يعني انا تالت سنه جونيور ليا في صف. الجامعه كانوا اللي جايين فريشمان في سني. فاللي أوكي. هو فانا قعدت صغيره فتره طويله مم. بالنسبه، فدايما بلعب ضد ناس اكبر مني حجما، اقوى مني في كل حاجه. السرعات ما كانتش بعيده يعني. انا ممكن اكون دلوقتي لما باجي العب مثلا بيبان ان انا اسرع من الناس او بفرق شويه في اللعب، لا هو هناك كان عادي يعني. هما بيلعبوا في نفس التيمبو بتاعي، بنجري كلنا مع بعض عادي. لا يعني كل حاجه يعني لو هقارن هاي سكول بالكوليدج هي كل حاجه اتغيرت. اوكي. كل حاجه، سرعات، قوه، طول. لا يعني ناس بقى يعني these are ناس واخده الباسكت بجد. في الهاي سكول انت كده كده في هاي سكول كتيره جدا 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 في امريكا، فاللي بيطلع منهم اصلا يكملوا جامعه are very few. ف دول بقى ال very few. اللي هو انت خلاص انت you're narrowed down، وبعد كده you're gonna be narrowed down اكتر. لا ليفل مختلف خالص. طيب فانت الموضوع غير فيكي كفيزيكلي ومنتلي في الباسكت وكل حاجه، واكيد غير في شخصيتك. يعني انت كنت حاسه قبل ما تروحي كنت عامله ازاي، وبعد لما خلصتي حسيتي اختلفتي؟ انا بقعد اتفرج على ماتشاتي لما كنت بلعب في بطوله افريقيا ودلوقتي اللي هو انا ازاي كنت بشوط كده. ايه البول اب دي؟ لا دلوقتي لا في فرق شاسع يعني. دريبل ممكن الدريبل اللي هو kind of the same شويه عشان هو بابا الصراحه هو اللي كان مركز معايا في الحته دي، بس البول اب بتاعتي اختلفت تماما تماما. يعني دلوقتي الناس كتير قوي بتقعد تقول انت يعني your pull up شبه الولاد عادي. لا زمان كان شكلها صعب. لو لقيت كليب هبعتهولك. كنت بشوط لا ما كنتش بطلع من على الارض، كنت بعمل حاجات غريبه الصراحه. ف طيب وانت في شخصيتك يعني في الكاركتر بتاعتك حسيتي في حاجات اتغيرت في الفتره دي؟ حاسه اني كبرت جامد في الفتره دي. يعني انا هشير الروتين بتاعي يعني اليوم كان عامل ازاي. انا كنت بيبقى عندنا تمرين ويتس وباسكت الساعه 6 الصبح كل يوم. اوكي، فبيبقى مثلا من 6 ل 8 تمرين، وبعد كده عندي lectures من 9 ل 3 او من 9 ل 2. اوكي، وبعد كده تمرينة الباسكت بقى الاساسيه من 3 ل 7. اوكي، وبعد كده انا عشان انجينيرنج بيبقى عندي لابز وكده، فبخلص بطلع على اللاب على طول، واللاب بيبقى من 7. بس انا لما بخلص تمرين وبعمل بقى الايس بات والريكفري وكده برجع على اللاب، هفضل قاعده في اللاب لحد ما اخلص اللي ورايا، لان انا لو ما خلصتش مش هيخلص. يعني ما عنديش وقت تاني ان انا اخلص اي حاجه تانية. وبعد كده احاول على قد ما اقدر ان انا اخلص قبل الساعه 12، علشان انا الكارد كي بتاعي اللي بيدخلني الملعب ما بيدخلنيش بعد الساعه 12. اوكي، فقوم طالعه جري على الملعب الساعه 12 او قبل الساعه 12 بشويه، اخش اقعد اتمرن، اشوط مثلا 500 شوطه 1000 شوطه whatever. كان دايما بيبقى معايا security guard عشان اللي عايز يقفل بقى عايز يقفل وينام. لا هو كده انا اللي بفتح نور الصاله وانا اللي بظبط كل حاجه، بس يعني اللي هو مين اللي في الملعب في الوقت ده. ف بس وبعد كده اخلص بقى اقوم راجعه عشان اخلص الحاجات اللي لازم اقدمها بكره. طب هتنامي امتى كده؟ لا ما كنتش بنام تقريبا. يعني لما كنا بنسافر بقى ماتشات وكده كان هو ده اللي بنام فيه بقى، ده الوقت اللي كان ممكن انام فيه. بس فالجامعه علمتك ديسيبلين رهيب يعني، ده غير طبيعي غير طبيعي. ودايما كان كل الناس تقعد تقول لي لا ده انت لما تتخرجي بقى هتحسي بقد ايه responsibility وما اعرفش ايه بتاع. لا انا بالنسبه لي هو وقت الجامعه هو اللي علمني كل حاجه. يعني انا بعد الجامعه بدات احس ان ايه ده حياه حلوه. ده الموضوع جميل جدا يعني.
بس دي برضو حاجة من الحاجات اللي هو time management. I think يعني لو استدي كورس في التايم مانجمنت ممكن ادي كورس في التايم مانجمنت بسبب ال4 سنين بتوع الجامعة دول. ف اي حد بيجو through الاكسبيرينس دي هيتعلم حاجات كتير. طيب وبعد كده كان الاهلي. رحت كنت بحاول اروح يوروب. ف مش فاكره exactly ايه اللي حصل لان كان من 2015. بس كان ساعتها اللي ماسك نادي المدرب اللي كان ماسك نادي الاهلي كان ميل تشيك. كان اسمه كوتش توماس. فبعت لي قال لي طب تعالي العبي معانا وما كان فاضل 3 اشهر على السيزون ويخلص. فنزلت لعبت معاه وبعد كده قال لي انت تلعبي في يوروب عادي. قلت له بجد وبتاع انا نفسي. وانت اصلا بعد ما خلصتي انت كنت عايزه تروحي يوروب بس ما كنتش في حاجه جات لك لسه. انا اصلا ما كنتش سعيد فيها قوي يعني ما عرفتش ابدا ازاي واعمل ايه وكده. فكنت لسه قاعده بدور اشوف هعمل كده ازاي او اشوف ايجنت. هل how do I trust اصلا ايجنت في الوقت ده انا ما اعرفش حد وكده. بس فلما نزلت لعبت معاه قال لي انا شايف ان انت تلعبي في يوروب عادي جدا ومش you're not gonna have any problems. فقلت له يا ريت. بس فهو اللي جاب لي اوفر ان انا العب في فرقه في التشيك ان اسمها كي بي بيرنو. فهي في السكند مين سيتي في التشيك ريبوبليك. بصراحه من احلى السنين اللي لعبت فيها باسكت في حياتي يعني. بروفيشنال باسكتبول برضو مزاج بقى عن كولج باسكتبول بكتير يعني كولج كده تحس ان انت في الميليتري. يعني في الجامعه انت بتحس ان لا انت عايز تعمل حاجات كتير قوي وعايز تركز قوي وما ينفعش تغلط وما ينفعش مش ايه. بروفيشنال بقى وايز انت برضو مش عايز تغلط وعايز تعمل اللي انت عايزه بس انت خلاص انت وصلت الليفل اللي هو انت بتعمل اللي انت عايزه او انت you're enjoying it اكتر من ان هي you're focusing on duties او responsibilities او كده. you still have those عشان انت خلاص انت you're systemmed ان انت تعمل الحاجات دي. بس بقى enjoying the game نفسها enjoying ان انت في بلد اصلا ما تخيلتش ان انت ممكن تسافرها. كنا بنطلع نسافر في بلاد تانية عشان احنا كنا بنلعب في European League. فروحنا جيرماني ورحنا بولند ورحنا سافرنا حتت كتير جدا لعبنا باسكت فيها. لا بصراحة كان مزاج. طب وبعد كده انت جالك اصابة تقريبا وقتها هناك صح؟ لا بعد ما خلصت السيزن كان ساعتها كابتن ايهاب الالفي هو اللي ماسك الاهلي وكان فاضل لهم فاينل كاس ودوري. فقال لي ما تيجي تلعبي معانا. فاتصبت بقى في البطولات في الماتشات دي لما فرجعتي فانت لعبتي سيزن في التشيك وبعد كده رجعتي تكملي سيزن في الاهلي فاتصبتي. فقعدت بقى till January يعني نص السنه راح عليا. وكنت بحاول ان ارجع يوروب تاني بس عشان كان نص السنه كان كل الفرق already set on الامبورتس بتوعهم وكده. كابتن ايهاب كان لسه في الاهلي ساعتها فروحت كملت مع السيزن. بس وبعد كده بقى رجعت تاني يوروب لعبت في برتغال ولعبت تاني في التشيك نفس الفرق. ده يعني ده سيزن وده سيزن ولا لا فسنتين تاني. اوكي وكان مختلفين عن برتغال كانت مختلفة لسبب انا كنت في فرقة صغيرة يعني مش من فرقة تقال يعني مش زي لما كنت في التشيك. فالريسبونسبيلتيز بتاعتي اختلفت. يعني انا لما كنت في التشيك عاوزة فلور جنرال بمشي الملعب بجيب السكور اللي انا محتاجه اجيبه وقت ما اجيبه بس making sure ان كل حاجه اللي هو my role اللي انا بعرف اعمله كويس اللي انا I had a lot of good players always عرفت يعني اوظفهم ازاي. Portugal was different علشان there was a small team. ما كانوا تقريبا اول سنه اصلا يلعبوا في ممتاز الف يعني او اللي هو التوب ليج بتاعهم يعني. I had to score a lot أو I had to look for opportunities إن أنا اللي أجيب الباسكت لأن حتى لو حاولت مثلا إن أنا أفضي حد أو make plays I'm not sure هم هيقدروا يعملوا يعني يعملوا الرول بتاعتهم برضو ولا لأ. ده كان الديفرنس يعني between. وانت على طول يعني انت اكتر حاجه معروفه عنك لما بنتفرج كده ان هو انت فلور جنرال انت بتمشي الدنيا يعني ما بتبقيش عايزه سكور مش سكور فيرست يعني
فانت هنا اتغير، I had to. ولقيت ان انت ممكن تعملي كده صح؟ كان ممكن، بس برضو اللي هو ما حسيتش اللي هو ده مش شغلتي يعني. عارف تحس ان انت you're out of position برضو اللي هو، بس كان عادي يعني. كان وقت ما محتاجة اشوط بشوط، وقت ما محتاجة اخش. ساعات كتير كنت بجيت ستاك ومبقتش عارفة اللي هو in between، انا عايزة اعمل كده بس لازم اعمل كده. بس يعني دي الاكسبيرينس بقى اللي انت بتاخدها مع، عشان لما بتروح في different teams يعني. بس انت adjusting بقى to ان الحياة دي كانت a bit difficult بالنسبة لي I guess، عشان بقالي سنين بلعب بطريقة وجيتوا على سنة محتاجة ألعب بطريقة تانية خالص. بس Portugal was nice صراحة يعني، حسيت ان انا في بلد لذيذة. طيب وبعد كده رحت التشيك بعدها، فده السيزون اللي بعده، فكان برضو نفس الفرقة اللي كنت فيها في الأول؟ شوية لعيبة كانت اتغيرت بس والمدرب كان اتغير. المدرب ده علمني حاجات كثيرة جدا 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 على الباسكت الصراحة. يعني المدرب ده خليني لما اجي ابص على الماتشات او ابص على لعبنا او كده بقى الموضوع مختلف تماما. ايه ازاي بقى؟ اولا هو كان بيعلمنا كل حاجة. everything was systematic. defense was systematic, offense was systematic. let's say مثلا احنا بنلعب pick and roll، اوكي؟ لو الديفنس اللي ماسك الجارد راح اندر يبقى هنعمل 1 2 3. اوكي. فهو كل هو بيتكلم المفروض يعني هو يعني في مدربين كتير يعني هو انت عارفه عندك الفكره عن الموضوع، فانت العبي فده لا، فهو لا هو بيعلمك كل اوبشن هتعملي فيه ايه. يعني هو مش بيقولك لازم هو مش بيقول ان انت لازم تعملي كده، بس he's giving you every option you can think of. الجارد نزل اندر والبوست برضو نزل تحت، فانت المفروض تعملي ايه. لو حصل مثلا ان الجارد طلع من فوق والبوست بلاير عمل هيدج، ازاي تضربي الهيدج ب3-4 طرق. فكان كل حاجه ليها solutions كتير، و he gives you the option ان انت تعملي انت عايزاه. بس الفكره ان هو he broke down كل حاجه to the point اللي هو انا هعلمكم ازاي تعملوا الهيزيتيشن، انا هوقفكم هتتعلموا الهيزيتيشن ازاي. لا خلاني اللي هو لا انا بقيت الهيزيتيشن دي انا ممكن اعمل منها 1 2 3 4. ما بقيتش بس ان انا بعمل هيزيتيشن بس، لا هي انا بعملها عشان I'm gonna lead to حاجات تانية كتير قوي. فهي opened my eyes to اللي هو لا انا ممكن انا ببقى مدربة ان شاء الله يعني، انا عايزة اللعيبة بتاعتي تبقى فاهمة الجيم بالطريقة دي. مش بس ان هما بيلعبوا على with their experience بس، لا يبقوا فاهمين الاكسس اند اوز، ويبقوا فاهمين كل حاجة. بنقعد نعمل فيلم سيشنز او حاجات كده ان شاء الله. ان شاء الله. لا ان شاء الله يعني. ودي السنة اللي انتوا كسبتوا فيها البطولة بتاعت اوروبا؟ لا اول سنة. كانت اول سنة. اول سنة. طيب وايه يعني انت كسبتي بطولة اوروبا وبعدين بقى دي كانت ايه بطولة ايه؟ ده سنترال يوروبيان، كان سنترال يوروبيان ليج. اوكي. هو في بطولات مختلفة في اوروبا؟ في اليورو ليج ده اعلى حاجة، وفي يورو كاب بعديها، وبعد كده بقى سنترال يوروبيان ليج، وفي كذا ليجز تانية صغيرة. فانت خلصت فكسبتي البطولة دي، بعد كده الاهلي والانجري، وبعدين البرتغال، بعدين تشيك تاني. بعدين ايه بقى اللي خلاكي ترجعي تاني بعدها مصر؟ يعني المين ريزن انا كنت عايزة ارجع مصر ان انا اغير المنتاليتي بتاعت women's basketball الصراحة يعني. كان في huge مش هقدر اقول هو قد ايه gap between باسكت ولاد وباسكت بنات. انا عارف موضوع العقود مثلا، انا عارف ان يو بوشت على موضوع العقود ان يتعمل عقود للبنات. فاللي هو ما كانش بنات ما كانوش بيمضوا عقود يعني، هو كانوا بيمضوا ورقة مع النادي اللي هو ماشي انا تبقى الاستمارة اللي هي بتاعت بس كده المنطقة. بس an official contract between ان انت لعيبة اصلا في الاتحاد، فده ما كانش موجود. فده خلى اصلا يعني فكرة ان يبقى في professional league مش موجودة يعني. انا لما اجي العب في مصر ساعتها مثلا، لو كنت بلعب في مصر وعايزة اروح حتة تانية يقولوا لي احنا بالنسبة لنا this is not يعني professional league. اوكي.
اي حد ساعتها مثلا كان بيلعب في مصر وجاله opportunity ان هو يسافر يقدر يسافر من غير مشكله. يعني مفيش ان official contract يقول ان انا لازم اقعد هنا. ايوه اوكي. ف I think يعني السويتش كان ان احنا women's basketball تبقى more professional، يبقى في بقى ال opportunities اللي موجودة دلوقتي ان الناس تقدر تلعب باسكت بس بنات يعني. ان مش لازم ابقى بشتغل الصبح واجي اتمرن بالليل، مش لازم ان انا اخد اجازة من الشغل عشان عندي ماتش في اسكندرية، مش لازم او vice versa يعني whatever. فالحاجات دي دلوقتي بقى في I wanna say ان في ناس كتير بتلعب باسكت من غير ما تشتغل. لا دلوقتي لا و I think ان ال age كمان بقى مختلف. يعني كان زمان معظم البنات بتبطل around 21 22 اللي هو اول ما تخلص جامعة بشوية. لا دلوقتي بقى في ناس كبيرة بتلعب لسه. لا في يعني ناس بتتجوز لا في ناس بتتجوز وتخلف وترجع تاني بعدها. احنا شفنا هاجر كانت قعدت شوية وهالة رجع لكم السيزون ده، ونورة معانا برضو. فلا يعني I think it changed women's basketball عامة يعني. طيب فرجعتي الهدف نبيل. كنت بحاول. الحمد لله الحمد لله. فانت كنت رجعتي على ايه من بعد سموحة؟ انا اصلا فاكر انت سموحة بعدين جزيرة بعد كده سبورتنج. وبعد كده سبورتنج. طيب وكان يعني انا كنت بحس ان في كل فرقة انت فيها بحس ليكي فينجر برينت كده بتلمي الفرقة والفرقة بتبقى فيها ليها سيستم يعني بيلعبوا بنظام شوية. يعني لما تشوفي سنة قبلها مثلا لا تلاقي في الفرقة لحد ما بقت منظمة شوية. فانت يعني احكي لي كده عن كل حتة الاكسبيرينس بتاعها كان مختلف ازاي عن التانية. سموحة حصل فيها حاجات كتير الصراحة. يعني ما كانتش باسكتبول اكسبيرينس ما كانتش كبيرة قوي، لان اولا انا اتصبت في الاول اصابة جامدة فقعدت كتير مش بلعب، وبعد كده كوفيد حصل. فتقريبا سنة سموحة دي يعني ما تحسبش. يعني حصل يعني مضيت عقد بروفيشنال، مضيت عقد اللي هو زي الولاد بيمضوه وكل حاجة. السنة اللي بعديها بقى كله بيعمل كده، بس as playing wise يعني ما لحقت يعني مش ما اعرفش. بس انا فاكر انت لعبتي في اخر السيزون صح؟ انا فاكر كنت وقتها في سيمي فاينل حاجه كده صح؟ واحنا دخلنا فاينل الكاس، كان اول مره النادي يخش فاينل. طيب اي حاجه انا بقول لك يعني انت رجعت اخر سيزون. بس يعني انا بتكلم يعني سيزون لونج يعني ما كانتش احسن حاجه. كان في حاجات كتير that came in the way يعني. سنة الجزيرة يعني أنا حاسة إن ربنا هو اللي خلاني ألعب في جزيرة، لأن أنا أصلا كنت راجعة يوروب. يعني أنا كنت رايحة أيرلند، وبعد كده في دوري في باسكت أصلا في أيرلند. وبعد كده they suspended the league عشان كوفيد. when they told me إن the league got suspended كان الدوري المصري بدأ already. فخلاص انا كنت عامله حسابي اني هقعد السنه دي في البيت. لقيت كابتن عماد محمود كان ساعتها هو اللي ماسك. عماد موسى سوري، كان عماد موسى هو اللي ماسك. فكلمني بيقول لي هو انت فين يا ريم؟ قلت له انا في البيت والله يا كابتن. قال لي ليه كده؟ قلت له المفروض كنت مسافره بكره بس خلاص مش مسافره. فقال لي طب تحبي تيجي الجزيره؟ قلت له يلا بينا. فبس فلعبت معهم بقى سيزن. الصراحة اتبسطت جدا. زي سبورتنج كده يعني it's a family feel. برضه اعتقد وقتها وصلتوا سامي تقريبا حاجة كده في كاس او حاجة كده صح؟ تقريبا وصلتوا في حتة يعني برضه كان كنا جزيرة ما بيوصلش كويس. الحتة دي قوي. كنا ماشيين كويس الصراحة السنة دي، وكان معانا لعيبة كويسة. كان معايا شذا وكان معايا رضوى وكان معايا لا كنا جروب حلو يعني. واحلى حاجة في الجزيرة ان they're competitive by nature. يعني ممكن ما يتمرنوش، ممكن ما يعملوش اي حاجة، بس once it's game time they're completely different people. ممكن في التمرين نبقى بنهزر وبنضحك وبنعمل معرفش ايه، بس لما نيجي وقت الماتش it's game time. ف يعني اتبسطت الصراحة. يعني هناك كان اول مرة العب مع فرقة واحس ان انا I'm with people that I really enjoy being with.
و I enjoy playing with. الكومبينيشن ده ما كان rare. اوكي. بس عشان كده بقول هما كان شبه سبورتنج شويه يعني اتبسطت في حته الكونكشنز والبيبل والناس اللي كنت معاها يعني وكده. بعد كده سبورتنج. اوكي. من ساعتها سبورتنج. طب انت ايه كسبت كام بطوله مع سبورتنج؟ كسبته كتير يعني. اول سنه كسبنا كله والسنه اللي فاتت كسبنا افريقيا والسنه دي كسبنا مرتبط وافريقيا. ان شاء الله ان شاء الله باقي سيزون بقى ان شاء الله. طيب سؤال بقى، مين احسن موسى؟ محتاجين نعمل لايف فيد كده ونيجي نجمعنا مره كلنا ونلعب بقى. لا بس يعني I would say بابا طبعا. اوكي. يعني هو بابا السبب ان احنا كلنا موسى. طب هو يعني مثلا في فرصه بتلعبوا مثلا مع بعض او حاجه؟ ده على طول لما بنتجمع على طول بيبقى في بنلعب كينج اوف ذا هيل. ما اعرفش معروفه هنا في مصر ولا لا، بس اللي هي بتبقى 1 on 1 واللي يكسب يفضل قاعد. ايوه. بس احنا كل واحد فينا له حاجه. يعني تقريبا انا يعتبر اسرع واحده. كريم شارب شوتر بطريقه غير طبيعيه. ادم كرافتي يعني بهبل. فلو احنا كل واحد الميد رينج دي يعني بشوف على طول بيبول. وانت عندك حته بس احنا الميد رينج لا الميد رينج حتتها زي بعض الصراحه. الصراحه. وبابا ما هو بابا بقى هو بابا هو المين. هو بابا هو الميد رينج. فهي كانت هي صعبه بس حاسه ان لو لعبنا كلنا وبابا لعب معانا هو بابا هيكسب كده بجد لحد دلوقتي. اوكي. يعني انت بتقولي لما بتتجمعوا بتلعبوا يعني عمرنا ما بنخلص يعني عشان نشوف بجد مين كسب عشان دايما بيحصل حاجه. بس كده مش انا يعني they have كل حاجه advantage over me. بس كريم وادم يعني لا الموضوع is very close. بس بابا لو دخل انا بقول لك بابا هيكسب. اوكي. طب وادم انت السنه اللي فاتت الصيف اللي فات شفنا لعب كاس عالم فكان ايه كنت يعني كان ايه كنت حاسه بحاجه مختلفه أو؟ لا يعني I was يعني هو proud is not gonna يعني مش عارفه مش لاقيه كلمه اقولها على قد ايه يعني انا مبسوطه ان هو عمل كده. بالذات ان هو ما كانش لاعب ما لعبش مع المنتخب قبل كده بالظبط. فكان بالنسبه له completely new experience. وهو معظم حياته اذا كانش طول حياته بره. فان هو experience ال change of culture و change of كل حاجه in basketball context يعني. انا مبسوطه ان هو خد الاكسبيرينس دي بكل حاجه هو طلع بيها بقى. يعني ان هو اصلا شاف ناس بتلعب ازاي بره وشاف الليفل ده he needs to be at مثلا علشان you keep going to the next level. يعني ادم is targeting ان هو يلعب في يوروب او يلعب او يعني at some point يخش NBA او whatever بقى هو عايز يعمل ايه بعد الجامعه. يبقى هو شاف قد ايه هو ايه حاجات اللي هو محتاج يعملها. ده كان بالنسبه لي turning point برضو لما انا لعبت كاس عالم. كان شفت انا ايه الحاجات اللي محتاجه اشتغل عليها اكتر من إيه انا عملت ايه. ف World Cup دايما بتدي الاكسبيرينس دي اللي هو I want to say it humbles you بس يعني it's more it's يعني it's a learning. بتعرفي انت فين من الانترناشونال ليفل بالظبط. ف gives you a perspective of انا محتاجه اعمل 1 2 3 علشان السنه الجايه اقدر اعمل 1 2 3. طيب تعالي قبل ما نقفل انا بجد مستمتع قوي بالبودكاست بالكونفرسيشن دي. يعني انا اتعلمت حاجات كتيره يعني. فعايز اسالك دلوقتي دبل دريبل ليج موموش بنشوف على طول بيجي يصور محمد جوزك فبتيجي معاه كتير بنشوف. انت السنه اللي فاتت انت جيتي علقتي على اول مره جيتي علقتي وبعد كده جيتي صورتي فاحكي لي الاكسبيرينس عامه لما بتيجي دبل دريبل ليج. لا انا من اول مره يعني جيت دبل دريبل ليج اتبسطت جدا بالفايبس. حتى انا فاكره عندنا صح يعني we got to know each other. طيب فدبل دريبل كان هو ممكن نقول ممكن نديلهم كريدت مش اوكي.
بس لا، هي الفايبس صراحة خطيرة يعني. اي حد بيحب الباسكت هيبقى مبسوط هناك. يعني انا شايفة ان الانفايرمنت ودلوقتي كمان السماعات انا شفت السماعه لا لا خطيرة صرفنا والله الصراحة، انا صرفنا. عارفة. انفستمنت صراحة خطيرة وعاملة شغل عالي جدا. ولا بس هي as an environment as a whole، اي حد فعلا بيحب الباسكت وعايز يروح يستمتع بيوم باسكتاوي هيروح ينبسط جدا. competition مش ناس رايحه تلعب بيك اب وخلاص، لا they're actually competing to ان هم عايزين يكسبوا. بشوف ناس بتعمل خطط وناس بترسم على البورد في مدربين بقى بيجوا دلوقتي الفرقه بتيجي معاهم مدربين بالظبط. وكريم بيكوتش، بشوفه بيكوتش برضه مع طوب الارض. طوب الارض. هم كلهم their group كده friends، ف يعني هم مبسوطين. وبحس الناس كمان الفن فاكتور موجود. ف competition والlove of the game الميكس يعني بصراحة يعني I hope ان الموضوع يكبر كمان اكتر من كده ان شاء الله. طيب هتلعبي قريب ان شاء الله؟ اكيد. المفروض تنزلي معايا في الفرقة خلاص اوكي خلاص اتفقنا مادام كده اوكي. خلاص بس خالد تمام؟ ما عندكش مشكلة؟ لا بس يعني بشوفك بتعمل اسيستات كده بس احسن. هتاخدي منه الاسيستات يعني هاخد 2 بس. طيب انا بجد انبسطت قوي من ان يعني دي اول بودكاست بعد احنا بقالنا بجد 3 سنين تقريبا ما بنجيبش جس او اي حاجه. يعني مبسوط ان دي اول بودكاست احنا رجعنا بيها وان هي تكون معاكي يعني. ويعني انا يعني فاهمه يعني انا بحاول اتعلم حاجات accordingly الناس برضو تتعلم الحاجات دي. I think ان كان في حاجات كتيرة قوي يعني عشان ما فيش حد عدى بالاكسبيرينس بتاعت يوروب دي خالص. في I think ولا يعني هو عاصم مرعي هو تقريبا الوحيد اللي لعب شوية اوروبا، وفي ناس قديمة برضو شوية، بس في الريسنت هيستوري يعني مفيش حد لعب قريب خالص. فحاسسها اكسبيرينس مختلفة. وبرضو يعني ما كنتش عارف ان انت مهندسة يعني. فبس في حد بيقول عليا نينجا. نينجا؟ لا انت عارفة اول في مرة شوفناكي كنت وقتها في الجزيرة، كنا جينا اتفرجنا على ماتش، فكان بتقولي انا بحسها شبه انرجايزر باني. في كل حتة. بس وبعدين يعني في يعني حاسس اصلا احنا قعدنا نتكلم كتير، انت في انترست كتير، انت بتصوري وفي البيج بتاعتك اللي هي بتاعت الصور دي ميموريز بتاعت بتاخدي الصور تعمليها بولارويدز. و يعني وبعدين شكلك عايزه تخشي في الكوتشنج يعني، بس لسه قدامك يعني حبه حلوين ان شاء الله على ما تخشي في الكوتشنج. ايه ده مش قوي؟ ايه ده ايه طيب هنشوف هنشوف كله هيبان. ماشي. نو مدير اعمال ريم ورا الكاميرا قال لنا نو كومنت. فبجد مبسوط قوي ان احنا عملنا البودكاست دي النهارده. ويعني let's keep يعني ان شاء الله في دبل دريبل ليج نشوفك بقى معانا في الملعب ان شاء الله. واي حاجه any last words؟ لا thank you so much for having me. يعني انبسطت جدا الكومباني وكل حاجة. بصراحة يعني أنا حبيتكم من ساعة دبل دريبل ليج، ف يعني it's an honor to be here. thank you. طيب في حد عايزة تشوفيه في البودكاست؟ كتير، في ناس كتير مرت بإكسبيرينسز كتير يعني. I think مين أول حد جه في دماغك؟ خلاص. مين من هنا في مصر؟ هاجر طبعا. okay. يعني I would say if there's like a number one option هيبقى هاجر. اوكي طيب ولو يعني لو ولد مين ممكن تبقى عايزة؟ انتوا already عملتوا مع مين؟ ما احنا لسه يعني ده سيزن جديد؟ لسه جديد.
يعني احنا اخر مره كان من 3 سنين، ففي الدنيا تطورت جدا من 3 سنين. مثلا اياب امين كان لسه راجع من الجامعه مثلا، وكان لسه اوكي. لاعب في الاهلي. كان هو ماتش الاهلي والزمالك اللي كان فيه الكوبري القصه الكبيره دي، مم. كان هو ده. يعني كان لسه ما كملش سيزون. اوكي. فبقول لك في خلال ال3 سنين دول او 4 سنين، حتى ممكن يكونوا 4 سنين، ده كان وقت كوفيد. مم. فبس ففي مين مثلا؟ آه يعني I would say صراحة عاصم مرعي، يعني if he's in نفس Egypt نفس that would be the top choice. أو اسماعيل أحمد. بجد These are نفسي بجد الاتنين يعني. ان شاء الله كده انا هحاول نريتش اوت ليهم لما يبقوا موجودين، نعمل بودكاست يعني. بس ثانك يو يا ريم على النهارده. thank you. فلو عجبكم الكونتنت وعايزين تشوفوا حاجات اكتر، لو وصلتوا لهنا اصلا، فبجد ثانك يو جدا. ولو عجبكم الكونتنت ده يعني متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب عشان يجيلكوا والنوتيفيكيشنز، علشان يجيلكوا النوتيفيكيشنز ان في حلقات جديده. وقولوا لنا يعني ريم قالت هي مين تحب تشوفوا في البودكاست، قولوا لنا مين تحبوا نشوفه في البودكاست، ونشوفه في بودكاست جديده. باي باي، سلام.